ونحن في هذه الأيام من هذا الشهر المبارك تجاوزنا منه النصف وقاربنا الدخول في العشر الأواخر، ومنا من يبدأ الشهر بنشاط في العبادة من صلاة وتلاوة وغير ذلك، ثم يطرأ عليه الكسل فيأتي الله بالعشر الأواخر تنعشه من جديد وتقوي عزيمته فيعود لنشاط أكبر من الذي بدأ به من أول الشهر. فشهر رمضان شهر فضيل وأفضله آخره، فاغتنموا أيها الناس ما بقي من الشهر، اغتنموا الأعمال الصالحة فالأجر عظيم والمواهب عظيمة وفضل الله واسع، والله يعطي فضله من يشاء. وما أدراك لعلها آخر عشر في عمرك، ولعله يختم لك بها، ولعلك لا تعيش إلى قابل، فاجتهد يا عبد الله، والموفق من وفقه الله. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.